اهلا وسهلا بحضراتكم ولايفاتنا الجديده اللي رجعت. والله وحشتوني جدا، واللايفات دي وحشتني جدا. نوعيه اللايفات اللي بنطلع فيها نتكلم مع بعض كده قبل المباراه وقبل كل اللقاءات اللي بتحصل عموما. النهارده لقاء على اعلى مستوى، لقاء يحتفل فيه الزمالك بعامه 114 عزيزي المشاهد على تأسيس هذا النادي. الفارس الأبيض النهاردة اللي بيدخل اللقاء أمام المصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية في الجولة أو المجموعة الرابعة، في الجولة الرابعة أيضا من هذه البطولة وهذه المجموعة، اللي بالمناسبة لقاء النهاردة الساعة 6 مساء على استاد برج العرب، لقاء العودة بيذاع فقط وحصريا على قنوات بين سبورت. النهارده الزمالك هيدخل بالزي الاسود كاملا فكاملا، النهارده كاملا متكاملا الزمالك بالزي الاسود، اما المصري البورسعيدي فيدخل بالزي الابيض فاخضر. دي يعني شويه معلومات كده ايه في السريع منه قبل اللقاء قبل ما ندخل في المعطيات بتاعه المباراه النهارده. الزمالك النهارده اللي بيدخل في المجموعه دي ومتصدر المجموعه بسبع نقاط من ثلاث لقاءات، اما المصري البورسعيدي لعب لعب ثلاث لقاءات، حصل على اربع نقاط في الجدول او في الترتيب الرابع او الثالث عفوا، اربع نقاط في المركز الثالث. طيب لما نيجي بقى نتكلم في الدوري الزمالك بيتصدر الدوري برصيد 14 نقطة، اما المصري فهو في المركز الخامس برصيد 12 نقطة، بيتعادل مع الاهلي وبيتعادل مع اعتقد كده بيراميدز. طيب تعال بقى اتكلم شويه عن الغيابات واللي حصل النهارده من الغيابات كتيره جدا 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 حصلت في نادي الزمالك النهارده. اعتقد كده سبع غيابات النهارده لنادي الزمالك امام المصري البورسعيدي. النهارده بيغيب عنه الزناري وبيغيب عنه بنتايك وبيغيب عنه زياد كمال، وايضا عشان بس ما ننساش حد محمد السيد وناصر ماهر ومحمد حمدي واحمد حمدي. مجموعه غيابات كتيره جدا النهارده نادي الزمالك، سبع غيابات، والسبع غيابات كلهم مؤثرين، سواء ناصر ماهر او سواء احمد حمدي او سواء محمد حمدي او سواء محمد السيد او سواء بنتايج او حتى سواء الزناري وزياد كمال. يعني انا شايف ان مجموعه غيابات، يعني لو هنتكلم عن الزناري عضله خلفيه، بنتايج في اصابه من بين مفصل الكتف والترقوه، زياد كمال عضله خلفيه برضو، في يعني في غيابات كتير. محمد السيد عضله اماميه، ناصر ماهر عضله خلفيه، محمد حمدي اصابه في القفص الصدري ربنا يشفيه، واحمد حمدي في الرباط الصليبي. فمجموعه غيابات كتيره جدا بتضرب مواجهه الزمالك امام المصري البورسعيدي. طيب المواجهات التاريخيه بقى، وده المهم، المواجهات التاريخيه في تفوق كبير وكاسح لنادي الزمالك في 113 لقاء. ده اللقاء النهارده اللي هيكون رقم 114 ما بين الفرقتين. الزمالك تفوق في 61 لقاء، اما المصري البورسعيدي يتفوق في 25 لقاء، وكان التعادل حاضر في 27 مباراة. النهارده لقاء تحديد مصير للمصري البورسعيدي. يمكن قوة اللقاء في النقطة دي، نقطة انه المصري البورسعيدي النهارده عاوز يكمل في المجموعة بتاعته، المجموعة الرابعة. فهو شايف انه لقاء الزمالك ده هيكون هو النقطة الفاصلة في هذا اللقاء. ايضا على الناحية الثانية المصري البورسعيدي اللي شايف انه، او عفوا على نادي الزمالك، انه شايف انه النهارده هي استكمالا للانتصارات واستكمالا للثقة واستمرار الثقة في جروس النهارده، سواء النهارده البدء بزيزو او محمد عواد، بنتايك النهارده اللي غايب هنشوف هيعوضوا بمين النهارده جروس. ايضا على الناحيه الثانيه عندك الزناري هيعوضوا بمين، عندك الونش موجود، عندك حسام عبد المجيد موجود. في مجموعه تحديات النهارده بتدخل على جروس، النهارده هيشوف هو هيتعامل معاها ازاي. وخلي بالك تعامل المدير الفني، تعامله مع المشاكل وتعامله مع الحلول اللي هيحطها النهارده قدام المصري. وخلي بالك المصري النهارده مش هيكون فرقه سهله على الزمالك اطلاقا. المصري النهارده اللي عاوز يكمل بكل المجموعه دي كلها اللي معاه، عاوز يكمل بيها التركيبه، عاوز يكمل بيها اللعبه النهارده، ان هو يكمل في المجموعه اللي هو فيه، يكمل في المجموعه بدل ما هو يكون في المركز الثالث النهارده. اعتقد كده معاه اربع نقاط، ففي حاله النهارده ان هو فاز على الزمالك هيكون معاه سبع نقاط، فيتصدر المجموعه او هيتصدر الصداره بتاعه المجموعه بتاعته بالتساوي مع الزمالك اللي هيكون سبع نقاط ايضا في حاله فوز المصري. الزمالك النهارده في حاله الفوز يحسم تاهله رسميا لدور ال 16 ومرحله
اقصاء المغلوب. ده اللايف بتاعنا النهارده، وباذن الله باذن الله كمان شويه هيكون معانا لايف حصري للتغطيه الحصريه على لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد. لقاء ناري عزيزي المشاهد، قسما بالله النهارده صلاح هياكل على عمك ماجواير عيش، اذا كان ماجواير موجود يعني. اشوفكم على خير باذن الله اللايف اللي جاي. السلام عليكم.